جماعتنا 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 معكم غير. جماعتنا 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 معكم غير. جماعتنا جماعتنا معكم في شهر الخير. أجواءها متعة فيها لقانا طاب يزينها جماعة بالصحبة والأحباب. أجواءها متعة. جماعتنا 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 معكم غير. جماعتنا جماعتنا معكم. هذا البرنامج برعاية وقف الأبرار التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في نخال يدعوك إلى الإنفاق في سبيل الله. أنفقوا في هذا الموسم المبارك ولو بسهم واحد، وأبشروا بالخلف من الله، واعلم أن الله يناديك. ثلة آمنت بربها فزادها هدى والهم سامي. أسألك بالذي وهبك المال أن تكون مع قافلة السائرين إلى الله فتنفق، فإنه قد وعد بأن يضاعفه أضعافا كثيرة. طب اللقى فيهم يا مرحبا والله الله يحييهم. جماعتنا 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 معكم غير. جماعتنا جماعتنا معكم. هذا البرنامج برعاية الكرخ للشقق الفندقية. شقق فندقية فاخرة شمال الرياض حي الصحافة. تقدم الكرخ العديد من الخدمات: الاستقبال على مدار 24 ساعة، باركينج للسيارات، خدمة الواي فاي مجانا، خدمة تنظيف الغرف يوميا، غرفة ألعاب أطفال، جناح الفي اي بي يشمل جلسة تراثية وحديقة وجاكوزي. الموقع شارع الأمير عبد الله بن سعود، تقاطع أنس بن مالك حي الياسمين. طب اللقى فيهم يا مرحبا والله الله يحييهم. جماعتنا 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 معكم غير. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمعتنا، وحلقة جديدة من فقرة رسائل خير. حياكم الله. نسأل الله العلي القدير أن تكون رسالة اليوم من القلب إلى القلب. في هذا اليوم المبارك سنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا يهم كل مسلم ومسلمة، يهمني أولا ويهمكم ويهم جميع من يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. سنتكلم اليوم عن موضوع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وسيشاركني الحديث في هذا الموضوع أخي الأستاذ عبد الله السبيعي. حياك الله أخي عبد الله. يا مرحبا أمير، وأسأل الله أن يوفقك ويطول عمرك وأن ينفع برسائل الخير، وموضوع جميل والله يوفقك. أعزائي المشاهدين، موضوع التوبة إلى الله موضوع مهم جدا يحتاجه الجميع. يعني هناك اعتقاد خاطئ أن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا لأشخاص معينين أو من أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي الكبيرة والكثيرة، ولكن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى موضوع يحتاجه الجميع. فأحببت اليوم أن أعرج على هذا الموضوع وأتحدث فيه بشكل بسيط جدا، لأن الوقت قد لا يسعفنا في هذه الدقائق البسيطة. فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هو ترك المعاصي والذنوب والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق منيب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما أجمل هذه الآية أن نستشعرها في داخلنا، أننا إذا تبنا إلى الله سبحانه وتعالى من أي ذنب أو من أي خطيئة دخلنا في محبة الله سبحانه وتعالى بصريح هذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو نبي الهدى والمعصوم عن الخطأ: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بأبي وأمي هو يتوب إلى الله في يومه ويستغفر أكثر من 70 مرة، فما بالنا نحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى.
أحبابي الكرام، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لها شروط لابد أن تتوفر في هذا التائب إلى الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الشروط هي أن يقلع هذا الشخص عن الذنب إقلاعا تام. الإقلاع عن الذنب هو أول شروط التوبة الصحيحة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أحبابي الكرام، الشرط الثاني من شروط التوبة الندم على ما فات، فإن كان تاركا للصلاة فيندم على ما ترك من هذه الصلوات، وإن كان عاقا لوالديه فيندم على ما كان منه من عقوق الوالدين. إذن يا أحبابي الكرام، حتى أن بعض العلماء قال الندم توبة. الندم موضوع مهم جدا، لأن الإصرار على الذنوب هو الإثم العظيم. يقول أحد الصالحين: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. أما الشرط الثالث من شروط التوبة أحبابي الكرام فهو العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب الذي تاب منه هذا الشخص. وهذه العزيمة يا أحبابي الكرام لا تكون إلا بقوة من الشخص بعد الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الله سبحانه وتعالى بترك هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه مجددا. أما الشرط الثالث يا أحباب فهو مرتبط إذا كانت التوبة الشرط الرابع فهو مرتبط إذا كانت التوبة مرتبطة بشخص ما، منها سلب حقوق أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور، فعلى هذا الشخص أن يستحل هؤلاء الأشخاص. وبعض العلماء قال إن كانت غيبة فلا يستطيع أن يستحلها من هذا الشخص، لأنه سيصبح هناك مشكلة أكبر، أو سيصبح بينه وبين هذا الشخص عداوة أو خصومة، فيستغفر لهذا الشخص ويدعي لهذا الشخص ويذكره بالخير في المجالس التي كان يذكره بالسوء فيها. أسأل الله أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. من القصص الجميلة يا أحباب الكرام في موضوع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة رحمة الله سبحانه وتعالى ذلك الشخص الذي أقدم على قتل 99 نفسا، فذهب إلى أحد المفتين أو أحد القضاة وقال له: لقد قتلت 99 شخصا أو نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال: لا، فأكمل به 100. ثم ذهب إلى مفتي آخر وقال: لقد قتلت 100 شخص، فهل لي من توبة؟ فقال: نعم، إن الله يقبل التوبة عن عباده، ولكن عليك أن تتجه إلى أرض كذا وكذا فإنها أرض خير، وتخرج من أرضك فإنها أرض سوء. فذهب مسرعا منطلقا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى يرجو ما عنده صادقا في توبته، ولكن ملك الموت كان أسرع منه فتوفي في أثناء ذلك الطريق. فاختلف فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، هؤلاء يقولون إنه لم يسجد لله سجدة، وهؤلاء يقولون لقد أقبل على الله منيبا تائبا. وأصبح الحكم في نهاية الأمر إلى المسافة، فقالوا نقيس المسافة، فإن كانت المسافة إلى ديار الفسق والذنوب أكبر أخذناه بهؤلاء ملائكة العذاب، وإن كانت المسافة إلى ديار الخير والفضل أكبر أخذته ملائكة الرحمة. فقارب الله سبحانه وتعالى الأرض حتى أصبحت ديار الرحمة أقرب، ديار الخير والصلاح أقرب من ديار الذنوب، فأخذته ملائكة الرحمة. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فالتوبة يا أحباب الكرام أمر عظيم جدا يجب أن نستشعره في كل يوم أو في كل ليلة. وما أجمل أن إذا أوى الشخص إلى فراشه أن ينظر ماذا فعل في هذا اليوم، فإن كان خيرا فيحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كان شرا فيستمر ويطلب من الله سبحانه وتعالى العون ويعلن التوبة من هذه الذنوب. أترك المشاركة لأخي عبد الله. حياك الله. الله يسعدك يا أبو أمير، وموضوع جميل جدا، وهذا ما نحتاجه يوميا، والله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يوميا، وهذه فرصة للتعرض للرحمات ونفحات الله سبحانه وتعالى. فيقول: هل من تائب أتوب عليه؟ لذلك نحتاج التوبة يوميا في أعمالنا وأقوالنا، ويحتاجها الجميع الصغير والكبير. القصة اللي أنت ذكرتها قبل قليل سبحان الله، يقول كان في نهاية الشخص هذا اللي قتل 99 شخص أنه نأى بصدره، يعني ما يقارب 1 متر أو 1.5 متر. فرحمة الله سبحانه وتعالى
خلته ينتقل إلى أو يأخذونه ملائكة الرحمة. فالتوبة بابها مفتوح، ونسأل الله أن يتوب علينا. اللهم آمين. موضوع جميل جدا. أحبابي الكرام، بعض الناس يقول أنا مسرف على نفسي بالذنوب، أنا مسرف على نفسي بالمعاصي، أنا مسرف على نفسي بالذنوب، هل لي من توبة؟ نعم، أبواب الله مفتوحة. إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإن الله لا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بل إن الله سبحانه وتعالى لا يفرح بتوبة عبده إذا تاب، فأفرحوا الله سبحانه وتعالى منكم بتوبة. لكن أحبابي الكرام، علينا أن تكون توبة صادقة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى مكتملة الشروط. وبما أن في شهر رمضان المبارك شهر الخير، شهر الرحمة، شهر الغفران، الشهر الذي فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، الشهر الذي فيه تصفد الشياطين، فهذا باب خير، وهذا يعني زيادة في الخير، وهذا الشهر هو شهر التوابين. فما أجمل أن نعلن توبة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، نقبل على الله سبحانه وتعالى ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتنا إذا تبنا إليه من جميع الذنوب والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن أحبابي الكرام، الله يغفر الذنوب جميعا ما لم تكن إشراكا بالله سبحانه وتعالى، ولكن علينا العزم والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم أخي الحبيب، إذا عزمت على التوبة فعليك أن تغير من نفسك، عليك أن تغير من مجتمعك. فإذا كنت في صحبة سوء لا قدر الله، أو مع أصحاب سوء لا قدر الله، فعليك أن تغيرهم بأصحاب الخير. إذا كنت في بلد فسق لا والعياذ بالله، أو في بلد لا تشجعك على الخير وعلى التوبة، فعليك أن تنتقل منها، وتأكد بأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيدك، وأن الله سبحانه وتعالى سيتوب عليك، وأن الله سبحانه وتعالى سيهيئ لك الخير إذا علم منك صدق نية، وإذا علم منك صدق توبة وتوجه إليه جل وعلا. أحبابي الكرام، أيضا من القصص الجميلة قصة المرأة التي أرادت أن تفتن الربيع بن خثيم، فأتى إلى هذه المرأة بعض الأشرار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يا أخوان تنبيه على أن هناك أصحاب سوء وأشرار يتربصون بالشخص الذي يريد العودة إلى الله سبحانه وتعالى، بالشخص الذي يريد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقدم هؤلاء الأشرار إلى هذه المرأة وأعطوها ما يقارب 1000 دينار، وقالوا: نريد منك أن تفتني الربيع بن خثيم. فلبست أجمل الملابس وتزينت وتجملت وأصبحت من أجمل النساء، ثم ذهبت إليه لكي تفتن هذا الربيع بن خثيم. فقال لها الربيع بن خثيم: يعني ما رأيك لو أبدل الله هذا الجمال سوءا، لو أصاب جسمك الحمى، لو أصابك المرض. فأخذ يذكرها بالله سبحانه وتعالى حتى يعني سقطت مغشيا عليها، ثم فاقت، فيقال أنها ما زالت تائبة وعابدة إلى الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت كأنها جذع نخلة محترق. في الختام يا أحباب الكرام، أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. أسأل الله في هذه الساعة المباركة قبل الإفطار أن يجعلني وإياكم من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين. وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المنيبين المخلصين إليه. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من عتقائه من النار. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا مخلصين في القول والعمل. أسأل الله كما أصلح ظواهرنا أن يصلح بواطننا. أسأل الله بمنه وكرمه لي ولمن يشاهد هذه الحلقة أن يجعلنا وإياهم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. كانت هذه يا أحباب الكرام آخر حلقة من حلقات رسائل خير في برنامج جمعتنا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلها من القلب إلى القلب، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب اللقى فيهم يا مرحبا والله، الله يحييهم. جمعتنا 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 معكم غير
هذا البرنامج برعاية وقف الأبرار التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في نخال يدعوك إلى الإنفاق في سبيل الله. أنفقوا في هذا الموسم المبارك ولو بسهم واحد، وأبشروا بالخلف من الله، واعلم أن الله يناديك. ثلة آمنت بربها فزادها هدى والهم سامي. أسألك بالذي وهبك المال أن تكون مع قافلة السائرين إلى الله فتنفق، فإنه قد وعد بأن يضاعفه أضعافا كثيرة. طب اللقى فيهم يا مرحبا والله، الله يحييهم. جمعتنا معكم غير جمعتنا معكم. هذا البرنامج برعاية الكرخ للشقق الفندقية، شقق فندقية فاخرة شمال الرياض حي الصحافة، تقدم الكرخ العديد من الخدمات: الاستقبال على مدار 24 ساعة، باركينج للسيارات، خدمة الواي فاي مجانا، خدمة تنظيف الغرف يوميا، غرفة ألعاب أطفال، جناح الفي آي بي يشمل جلسة تراثية وحديقة وجاكوزي. الموقع شارع الأمير عبد الله بن سعود، تقاطع أنس بن مالك حي الياسمين. طب اللقى فيهم يا مرحبا والله، الله يحييهم. جمعتنا معكم غير. طب اللقى فيهم يا مرحبا والله، الله يحييهم. جمعتنا معكم غير. حياكم الله متابعينا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عدنا لكم في برنامج جمعتنا، ومع فقرة ما بعد المغرب برعاية فريق في سلم الهدف. وضيفنا اليوم وموضوعنا اليوم غير ضيفنا الأستاذ أحمد الطريسي، حياك الله. الله يبقيك. خبير التدريب. الله يسلمك. اليوم راح نبحر في التدريب. الله يسلمك. والتطوع. الله يحييك. بداية نبدأ معك، ما هو التطوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي الأمين بعث رحمة العالمين. لما نقول التطوع أتوقع أنها كلمة يعني الجميع يرد لذهنه المفهوم المعروف اللي هو التطوع، تقديم الخير للغير. التطوع لما نشوف في ديننا الله عز وجل أوجب علينا أمور وحبب إلينا أمور، ففي واجبات وفي أمور مستحبات وتدخل في باب التطوع. فالتطوع هو بذل المجهود بلا مقابل، باختصار بذل مجهود إرادي بلا مقابل. عندنا صلاة واجبة وعندنا في صلاة تطوع، عندنا صيام واجب وعندنا صيام تطوع. التطوع هو أي شيء غير الواجب، خارج عن الواجب، فأنا أتطوع به. من التطوع أن أنا من إرادة ومن رغبة تطوعت به. هذا باختصار مفهوم التطوع. باختصار أيضا التطوع هو بذل الخير، أن نبذل الخير. طيب برأيك ما هي أهمية العمل التطوعي؟ موضوع طويل هذا يا شيخ. تدخل نجلس الفجر ما عندنا مشكلة يعني. ما عندنا مشكلة. باختصار الله يسعدك. أهمية العمل التطوعي، أي مجتمع تبي تقيس مدى رقيه ومدى ثقافته ومدى تقدمه، شوف مستوى ممارسته من العمل التطوعي. بل التطوع هو مؤشر لرقي المجتمعات، بل هو مؤشر لمدى تماسك المجتمعات. فكل ما كان التطوع شائع في المجتمع وكان ثقافته سائدة لدى جميع الأفراد، كل ما كان المجتمع أكثر رقي وأكثر محافظة وأكثر ارتقاء في المجتمع. يكمن أهمية التطوع من كمسلمين، نحن من انطلاقا من ديننا حثنا على التطوع، حفزنا على التطوع، وضع الأجور الكبيرة على التطوع. كل هذا يعني يقول لك هذا يجعل التطوع ذا أهمية عالية. لماذا التطوع مهم؟ والآيات كثيرة والحديث كثير، يكفي منها قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا الله عز وجل ذكر في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وهذا يعني رغبة، نريد الأجر من عند الله عز وجل. والتطوع اللي قلنا إرادي، إنه رغبتي أنا أريد الأجر، أريد الأجر من الله عز وجل، أريد أن نفوز بأكبر أجر في يعني أجمع رصيد، أكبر رصيد. أيضا من أهمية العمل التطوعي لأنه
يساند الدول. يعني أي مجتمع مكون من 3 قطاعات: قطاع الدولة أو الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث يسمونه المجتمع المدني أو التطوع. الحكومة لها واجبات معينة ما تستطيع تقدم كل شيء، يجي القطاع الخاص يسد هذه، يسد بعضها. القطاع الثالث هو يجمع أو يسد الثغرات التي لا تستطيع الدولة القيام بها ولا الجهات الخاصة. بل كثير من المشاريع الدولية اللي تتكفل فيها الحكومة والقطاع الخاص غالبا منشأها من القطاع الثالث. نشأت فكرة ثم تبنتها الدولة وصار مشروع حكومي ويدعم وله مساره. أثاره على الفرد والمجتمع. أول مستفيد من التطوع هو الفرد نفسه، لأنه كل اللي يتعود يكون معطاء سيجد لذة. يعني من يعني ألذ ملذات الحياة هو التطوع، هو العطاء. والعطاء لا يمكن يكون إلا عن طريق التطوع، إني أبذل عن رغبة. يعني من لم يذق لذة العطاء في الحياة يعني صراحة فليبادر تغيير حياته. يشوف يجرب ذلك. بعضهم يقول لهم احنا في العمل التطوعي جرب مشروع واحد، شارك معنا في فعالية واحدة، شارك أعطي أي عمل فردي أو يشتغل مع عمل مؤسسي مع جماعة، تجده يجد لذة يعني يحسد عليها. ذلك احنا نقول التطوع في إدمان، لكن إدمان يعني إدمان خير وإدمان يعني محبوب وإدمان كلنا نتمنى العمل الخير. على الفرد تعديل سلوك، اكتساب مهارة، اكتساب علاقات اجتماعية، يحس الحياة جميلة. ترى الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. لما نكون احنا يد عليا تراك تكون تحس في عزة، في ثقة، في انك تقدم. ايضا يحس الفرد انه مو بصفر بالمجتمع، انه يقدر يقدم اللي وجود في المجتمع. كل شخص يحتل جزء امتار معينة على الكرة الأرضية، ما هو تأثيره. بعض الناس يعني تأثيره بسيط على نفسه فقط، وبعض الناس لا ما شاء الله زي الواي فاي، زي المودم هذا شغال وقاعد ينشر الخير. وبعضهم ليس فقط بجهده، عن طريق الشبكات التواصل، عن طريق الآن الشبكات السحابية، وناشر الخير. يعني أثر لما يكون أتعود أنا على العطاء وتعود يكون من التطوع، تلقائيا أنا بكون أنا سعيد بنفسي، سعيد بأسرتي، سعيد على حتى مستوى الجماعة. أذكر واحد من الشباب صار عنده مشروع مع أولادي، يقول كل يوم عندكم مشروع تسعد واحد في المدرسة، عياله بالمتوسط والابتدائي، أسعد واحد. أيوه، أعزم على الفطور، باشر عليه، ما شاء الله عليه، سلفه فلوس، ما يعرف مسألة ساعده في حلها، اتصل بادر. أهم شيء عندك مساعد واحد. يقول كنت أريد أغرس فيهم أنه يعملون تطوع. يقول وش الأثر توقعون؟ يقول أول أثر عيالي أصبحوا سعداء. لأن قدر ما على قد ما تعطي تأخذ. فاللي يعطي السعادة سيأخذ السعادة، واللي يعطي الشقاء سيأخذ الشقاء تلقائي. والآن المجتمع مرآة اجتماعية لك، فما تقدم لها تعطيك. يقول أول لاحظت عيالي صاروا الحمد لله. يقول حتى نسبة مشاكل البيوت قلت، يعني من الصراعات والمشاكل البسيطة على كاس موية وعلى على لعبة على شيء. يقول قلت عيالي، صاروا يجون حسوا لهم أثر في المجتمع. كل يوم يسعد واحد، ترى عمل بسيط نكون يعني لا تسأل عن سرعة اكتساب المهارات لمن يمارس عمل التطوعي. أنا ميدان رحب، ميدان فيه تصافي، ميدان النفوس فيه عالية وسامية، فيمكنونك فرصة التمكين فيه أسرع من الفرص الأخرى. لما تشتغل بجهات خاصة وجهات حكومية يصعب عليك، فيها إجراءات، فيها أمور لازم يعني نقدرها ونحترمها ونمشي نسير عليها. لكن في العمل التطوعي بدل ما تكون أنت ردة فعل تصبح تكون فعل، تكون أنت اللي تبادر، تكون أنت اللي تصنع الحدث، تكون من صناع الحدث. أيضا هذا الآن أسمع كثرة العاطلين والمعاطلين، أسرع طريقة للتوظيف ممارسة عمل التطوعي، من أسرع الطرق للتوظيف. بس ما بتطوع عشان توظف، أنك تقدم مع الله عز وجل. غالبا المتطوع الجميع يراه فيصطادون، يعرف إمكانياته، يعرف وأيضا فرصة الاكتشاف نفسك. السي في جميل، السي في لا، والناس يشوفونك ترى ما شاء الله هذا فلان نشيط، تعال، بل تأتيك الفرص لحدك، تعرض لحدك الفرص، ويكون يعني طيب فضل عليه. جميل، بيض الله وجهك. ارحب باخواني ابو امير وابو حسين جميعا، حياكم الله. مداخلاتكم في موضوع التطوع. والله شوف، موضوع التطوع موضوع جميل، وانا اشكرك يا ابو محمد على اثاره هذا الموضوع. شكر لله ثم سلم الهدف. يعني ابراهيم الطريسي اللي تعنا المسافه وجانا ويتحفنا بالكلام الجميل هذا، بيض الله وجهك. بس عندي وجهه نظر يعني حول التطوع. يعني يعني احنا عملنا في مجالات تطوعيه، نجد بعض الاشخاص يرى ان العمل التطوعي غير ملزم،
يعني مثلا تطرح مشروع معين وتقول أريد متطوعين لهذا المشروع، فتجد يعني مثلا 10-15 شخص يبادرون، لكن في الأخير تتفاجأ أن في 3 أو 4 أشخاص يعني من هؤلاء الأشخاص يرون أن التطوع عمل غير ملزم، يعني أنا ما أخذ مقابل فأنت لا تطالبني بالحضور وبالانصراف وبالانضباط. فنريد منك يعني كلمات تغير يعني الثقافة الخاطئة حول التطوع، لأن يعني رأيت أنا في إحدى المنشآت أنه غيروا ثقافة أن التطوع غير ملزم إلى أن التطوع ملزم، وأنك إما أن تنذر نفسك للعمل وتعمل بجد وإخلاص، أو في غيرك من سيأخذ المكان ويبدأ. فنرى كثير يعني بعض المنشآت في تقصير، لأن ثقافة بعض الموجودين أن التطوع أنا لا أخذ مقابل فلا تطالبني يعني بإنجاز أو بشيء. هم قاعدتهم يقولون ما على المحسن من سبيل. أي هذا هو. فهو يقول لك والله أنا ترى متطوع، فيلتزم معك في البداية ثم ينسحب، يقول ترى متطوع، ترى ما أخذ منك فلوس. وطبعا هذه نظرة قاصرة لدى البعض، وقد يكون في بعض المنشآت وبعض الجهات عززت هذا المفهوم لديهم. يعني الفكرة الخطأ اللي كانت في بعض المشاريع هذه طريقة استقطابهم. احنا لما نستقطب متطوع نبغاه بتاع كله، ونبغاه 24 ساعة. صح. في الممارسات التطوعية الناجحة في بعض المنشآت داخل وخارج السعودية يقولك تعال يا أبو أمير كم تتطوع معنا ساعة، احنا عندنا المشروع هذا وهذه مواصفات المشروع تناسبك ولا ما تناسبك. طيب تناسبني، كم تستطيع ساعة أعطيك المهمة اللي تناسب ساعة. لكن احنا لما نجيب متطوع نبغى خلاص وقف. صحيح. فلا يمكن يصبح وقف. فالخطأ والحين ليس من المتطوع بكثر من خطأ من الجهة اللي تعامل مع المتطوعين. وفي كلام كثير في طريقة استقطاب المتطوعين انه هو الخلل اللي حاصل، فجوة اللي حاصل الحين بين الجهة اللي تريد المتطوعين وبين المتطوعين. المتطوع عنده رغبة وترى ثروة ما بسهلة، ذلك شوفوا من الرؤية 2030 للدولة صلى الله يحفظهم زيادة عدد المتطوعين. في دراسة أجريت المهندس في جدة أعتقد وجد لو تطوع 20% من السعودية فقط 20% من تطوعوا يوفروا ساعة واحدة في اليوم أو يوفرون 67 مليون. يعني قيمة التطوع عالية، لكن الدولة لما تريد ترفعها ما يبسهل قيمة التطوع. أنا لما أجيب متطوع معي معناه وفرت راتب، معناه وفرت تأمين، معناه وفرت سفر وإذا كان عامل من الخارج، معناه وفرت إجراءات، معناه وفرت مكتب، معناه وفرت كهرباء. توفير كثير يوفر على الدولة شيء كثير، يوفر على حتى المنشأة القطاعات الخيرية. بل في قطاعات الحين عالمية ما عندها يمكن إلا 3-4 موظفين والباقي كلهم متطوعين حول العالم، وعندهم مئات الألوف يفخرون بالعدد هذا. تطوع بمهارتك، تطوع بقدرتك، تطوع. كيف نوجه المفروض التطوع هو أرقى الناس صراحة، ولا التزمت بالشيء. بل من صفات المتطوعين لعلها تأتي يعني في قادم الأسئلة أنه لازم يكون ملتزم. خلاص مسكت الشغل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمله يتقنه. حلو صح. أنت قده ولا ما أنت قده؟ أو قل والله أنا ما أقدر يومين ترى معكم 3 أيام. ممكن يقول أنا الآن ظرفي والآن لما أكلمكم ما عندي مشكلة، لكن أتى ظرف حاجز يحول بيني وبين استمرار، أنا وقت أقول أعتذر، وأيضا يحق لازم قبول العذر. ولا بد أن نحمل المتطوعين فوق طاقتهم فوق قدرتهم صراحة. طيب بعض المتطوعين يعني مثلا يعني إنسان يرى نفسه يعني مثلا تكون في منشأة يأتيك إنسان متطوع يقول أنا صاحب فكرة، يعني أنا أستطيع أجلب لك فكرة جديدة وأعطيك فكرة يعني حلو ما سبقك بها من أحد، لكن أريدك أن تنفذها. تتفاجأ أحيانا بعض الموجودين في المنشأة يقول لك لا أنت تجيب الفكرة وأنت تنسقها وأنت تضبطها وأنت تشتغل عليها حتى تنهيها. تجد فيه يعني بعد من أصحاب الأفكار عن التطوع لهذه الأسباب. توجيهك يعني. مع أن كلامك جميل صراحة. من وسائل التطوع الفكرة، أنا أتطوع بأفكاري، ما لازم أتطوع بجهدي، أنا ما أقدر. هو التطوع الآن ما الذي تطوع يا أخي؟ أنا أستطيع أقدم أفكار، عندي كل أسبوع أقدم لكم فكرة أو كل شهر أقدم لكم فكرة. أنت ما أنا دخل بالتنفيذ. المفروض إحنا لما نعيش بنظرية التكامل تجد هذا مفكر وهذا منفذ وهذا ممول وهذا يقيم وهذا يستفيد. لما نبغى التكامل يطلع لنا بتاع كله ينسحب، ترى ما يقدر يعيش معنا. صح. لكن احنا الآن تعال جيب فكرة. أذكر قديمة في بعض البرامج فكان عندنا مشرف لا يقول يلا اقترحوا للشباب ايش فكرتكم لمشروعنا، فلما تقترح انت فكرة تقول ايش رايكم نوفر مويه، قال ممتاز جيبها انت معك. فهذا الأول تورط، الثاني الثالث الرابع قال ما عندنا أفكار خوفنا إيش يورطون زيادة يورطون زيادة. فبعكس ترى
اكثر الناس قد ياخذون رواتب مستشارين اللي يعطون افكار، اللي يصحح يوجه. يا اخي اقبل هذا عنده فكره وهذا عنده تنفيذ. طيب لماذا صاحب الفكره نلزم بالعمل؟ يا اخي انا ما كل ما يسر خلق له، انا ما احب اعمل يا اخي، او انا مرتبط بوالديني او مرتبط بعمل ما اقدر. لماذا لا اقبل فكرتك واخذها؟ يعني بعكس ثروه، ترى الفكره ثروه. لذلك التجار من عاداتهم الناجحين يسعى خلف الفكره لا يسعى خلف المال، لأن الفكره تاتي بالمال. فاحنا لو عندنا فكره جابت العمل وجابت العاملين وجابت كذا، بل من تاسيس اي فكره مشروع تطوعي وتاسيس اي مشروع تطوعي اول شيء ما هي الفكره. فكره يجتمعون فقط وش نسوي اي شيء بدون فكره، فاصبحت عندنا كل شيء فرق تطلع وتنسحب، فرق يطلع بريقها فوق ثم تنسحب، ما قاعد يصير الهدف، ما في فكره قاعد تصير، ما في فكره قاعدين يتحمسون لانجاز الفكره او نشرها او تعميمها او تعميقها في المجتمع. فعدم فهم انواع مجال التطوع، التطوع ما يكون بفكره او بمال او بجهد او بوقت. في بعضهم مال، انا تاجر ادعمك في مالي فقط، ما ينفذ معي كل شيء، ادعمك بالمال. وبعضهم جهد، انا اللي تبغون، لا تقول لي فكر ولا تقولوا لي فلوس، انا طفران ما عندي شيء. طيب ميادين العمل التطوعي؟ ميادين كثيرة ولله الحمد، يعني خصوصا الآن كميادين رسمية وكميادين أيضا أعمال فردية. ميادين الجهات الخيرية وهي كثيرة، تابعة وزارة الشؤون الاجتماعية، تابعة وزارة الشؤون الإسلامية، مكاتب الدعوة، مكاتب الجاليات، لجان الحي، مراكز الحي، الهلال الأحمر، الدفاع المدني. هذا نتكلم عن جهات رسمية أردت أن أتطوع في أين أتجه. أيضا الفرق التطوعية الرسمية، وفي فرق في أندية الآن الحمد لله، يعني مثل في الرياض في مركز جود، في مركز وارف للشباب تبع مؤسسة أمير العنود، فيه وقف شباب خير أمة، في بعض الجهات ما شاء الله يعني عندها تبني للشباب، وأيضا تفتح لك الميادين. طيب أنا كفرد كيف أوجد ميداني؟ أنا كيف أسعى أوجد ميدان؟ الميدان متاح للجميع، متاح للجميع، يعني أوجد فرصة تطوعية. كيف ندرك الفرصة التطوعية؟ وجد ميدان، كل ما كان هناك احتياج فهناك تطوع. يعني احنا في مسجدنا مثلا وعندنا واحد معاق، ولا فيه المجرى هذا حق الدرج الخاص حق المعاقين. الان في احتياج ولا ما في احتياج؟ في فرصة تطوعية ولا ما في فرصة تطوعية؟ في فرصة. انا رحت وسويت، كلمت الامام واتبعت الاجراءات النظامية، الامام كلم الاوقاف اذا كان او صاحب المسجد وصلحنا هذا الان في هذا ميدان من ميادين التطوع، من ميادين التطوع في المسجد، في البيت، في كل مكان. هذه ميادين كثيرة للتطوع. يقولون المشتهي يقطع المستوي، اللي يريد التطوع سيجد في كل مكان. أقل مستوى التطوع توقعون شو؟ لا، في أقل منه أنك تكف الناس شرك. يا سلام، ترى هذا تطوع عظيم. وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكف عن الناس ذاك أو شرك، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيض الله وجهك. أبو حسين، يا مرحبا. أولنا والله سعيد بتواجد أستاذ أحمد، الله يحفظك. نشكر سلم الهدف على المواضيع الجميلة. التطوع ذكرت قبل قليل، يعني من تطوع فكرة قال عندي مثل الموية، قال جبها معك. يعني فيه يعني مثلا بيئات التطوع الآن، يا ترى فيه منفرين يعني داخل البيئات هذه؟ والله منفرين، ما نقول منفرين، قد يكون عن قلة قلة الفهم أو قلة الوعي. وترى التطوع عندنا ليس قديم وليس جديد للأسف، يعني فهو من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، العهد النبوي، والتطوع موجود. لكن كمفهوم تطوع تقريبا هو طلع من أحداث جدة، سيول جدة تقريبا طلع من التطوع، الفرق التطوعية وانتشاره. لكن مفهوم قديم موجود لك كفرق واهتمام، ومن أحداث جدة تقريبا قبل 6 سنوات أو تقريبا قبل 6-7 سنوات بدأت الموجة حقت التطوع والنادي باسم التطوع ولا العمل الخيري. من سنوات نعرف الجمعيات الخيرية، ومن سنوات نعرف المكاتب الدعوية، ومن سنين يعني موجود لله الحمد. بل دولتنا قامت تأسيسها وذا على التطوع، يعني مبني على مشاركة، مبني على قائم على التطوع. منفرين إذا بغينا نصف الفعل نقول أفعال طاردة للتطوع للمتطوعين، أو معيقات للمتطوعين. ولا غالب اللي مسكين الجهات الخيرية نحسبهم الله حسيبهم، يعني بذلوا جهد وبذلوا، يعني يريدون الخير، ولكنه أساء من حيث يريد الإحسان، يعني يريد يحسن بس أنه أساء للأسف. مثل بعضهم يعني الشدة والغلظة اللي يتعامل مع المتطوعين. أيضا عدم قبول الخطأ منه، عدم تمسك بالرأي، يعني تمسك بالرأي. ما أريكم لما أرى بعضهم ما يفتح مجال للفرص المشاركة. طيب أنا جيت كان ثروة الآن،
صدقوني إذا ما تغيرت نظرتنا للمتطوعين أنهم ثروة، صحيح. لن نحسن التعامل معهم. إذا رأيناهم والله عن قولة أنهم متطوعين ولا قولة من وقت الشباب، لن نحسن التعامل معهم. والعمل المؤسسي دائما ناجح. أنا أعرف مكتب يعني جهتنا كان مكتب بسيط وحتى لا ينظر له للأمان، فسبحان الله مسكه دكتور في أحد الجامعات، وكان عنده الثقافة اللي يتكلم عنها الأستاذ أحمد، اللي هي ثقافة العمل المؤسسي التطوعي. سوى إدارات، يعني حتى المبنى كان عندهم مبنى يمكن تقريبا هو كله 3 مكاتب، يوم تجي تسمع إدارة كذا تفكر إن في شيء. سوى إدارات، إدارة مثلا الدعوة، إدارة البرامج، إدارة كذا، وتقييم أسبوعي، وكل إدارة ما أحد يتدخل في شغل الإدارة الثانية، وأفكار. الآن عندهم أعمال وأوقاف يضرب بها المثل، وعندهم برامج الآن في المكتب، يعني يريدهم اتصالات حتى من دول الخليج، كيف سويتوا البرنامج هذا نبي نستنسخه منكم، كلها بأسباب يعني سبحان الله عملت يعني مؤسسي متوافق ونجح. نعم نجح جدا. لكن في بعضهم مثلا أنا مدير جمعية خيرية أو مدير مكتب دعوة أو مدير عمل تطوعي أو فرقة تطوعية زي ما قال شيخنا، ما أريك إلا ما أرى، خلاص هذه الفكرة طبقوها بس. تجدهم يصبرون وبعدين يمشون. ما يجيبون الوقت الأزمات ترى، إذا احتاجنا نجيبهم خلاص خلصهم بعدين. لو جعلهم شركاء كانوا أصبحوا لكم مسوقين وأصبحوا يشون العمل، يعني يصيرون هذا المكتب مكتبهم أو الجهة ذي جهتهم. صحيح. حينما نفكر باستثمارهم فقط، حينما نفكر لا والله باستغلالهم فقط. صحيح. ستتغير الإجراءات. أستاذ أحمد، هل في عمر معين للمتطوعين؟ والله التطوع مفتوح للجميع، يعني ما دام يدرك، يعني من يوم صغير يدرك، التطوع مفتوح للجميع. بل غرس التطوع في ممارسات في أحد الدول، في بريطانيا أسسوا مدارس خاصة كنموذج فينا للتطوع، لغرس قيمة التطوع فيهم. وفي الصين في معاهد خاصة الآن لبحوث التطوع، كل اهتمام في التطوع والمتطوعين ومتغرس التطوع. بذرة ناجحة. أي نعم. بل عندهم في بعض الدول يعني المتوسط والثانوي، المرحلة المتوسطة والثانوي، لازم يقدم كل فصل دراسي 10 ساعات تطوعية. ما شاء الله. بل رحت لأحد الدول وكان حديث بدأ عندنا في الجامعات لله الحمد، رغم أنه يحتاج تطوير، بس كونه موجود رائع جدا. يعني أنا الممارسة تحصل، أنا أعرفك أروح أوقع لك أنك اشتغلت عندك، للأسف ما نبغاه واجب، أبغاه أنك أنا أروح فكرة أشتغل. الفكرة أن كيف يكون لك أنت طالب جامعي يكون لك ممارسة في المجتمع، يكون لك دور، كلنا نقدر. مجتمعنا هذا لازم يفهم الشاب أن أنا عضو في المجتمع، لازم يكون عضو فعال، لابد ننتقل كلنا الفكر أن لازم نمارس هذا العمل التطوعي ولازم نقدم. المؤمن القوي يحب إلى الله من المؤمن الضعيف، من صفات القوي المبادر، من صفات القوي اللي لا أثر، اللي يحل المشكلات، اللي يقدم. التطوع إذا ما هو بسد احتياج حل مشكلة ليس تطوع، يعني يقدم خدمة، يقدم أمر تنموي. فكعمر معين بالعكس أنا أقول غرس من الطفل الصغير، نقدم يعطيه مال يتصدق به، يقدم خدمة لأحد في حارة، تجلس أنت وولدك في المسجد، ذكرت في المسجد اليوم في صحيفة ما عندهم برنامج تطوع ببساطة برمضان هذا، فكان للخير دوما ليبني صرحه وعذب الخصال يساعد غيره يبغي ثوابا وعزا دائما في الأفق عالي المصحف ينير لنا الطريق فريق حب سنام منه في عتم الليالي سيبقينا ارتواء في شموخ وعز في طموح للكمال غالبا من يرمى بذور للعطاء به غرسنا فأنبتت الجمال على الجمال شبابنا وأطفالنا ونسائنا تدعم الخير احتسابا لتبصره كنجم في العوالي لها ذكر وشكر وامتنان يمر بها اللغوب ولا تبالي سنمضي للهدى للخير نسعى لنبقى بارتواء في المعالي
ونوع يستعين ولا يعين، ونوع لا يعين ونوع يستعين يساعد غيره أفضلهم طبعا يبغي ثوابا اللي يعين ويستعين، لأن الناس يأتي بعد هذا اللي طبعا قد نخسرهم في المجتمع اللي على قاع كلام الإدارة منه في القاعدة وشو عندي توحد نفسي أولوياتي ودراستي حسب المجتمع، هذا اللي يعين ولا وعز في طموح هذا قد يخسر. أفضل الناس اللي يعين ويستعين. أنا أحتاج والناس لا نستفيد من المجتمع الجمال على الجمال بأيد تدعم الخير احتسابا لتبصره يعني قاعد يثير للأسف في العوالي أقلها لها ذكر وشكر وامتنان يمر بها اللغوب ولا تبالي سنمضي للهدى للخير نسعى لنبقى بارتواء في المعالي قد سعى للخير دوما ليبني صرحه وعذب الخصال يساعد غيره يبغي ثوابا وعزا دائما في الأفق عالي ينير لنا الطريق فريق حب سناء منه في عتم الليالي سيبقينا ارتواء في شموخ وعز في طموح للكمال ما في أحد بذور للعطاء به غرسنا فأنبتت الجمال على الجمال بأيد تدعم الخير احتسابا لتبصره كنجم في العوالي لها ذكر وشكر وامتنان يمر بها اللغوب ولا تبالي سنمضي للهدى للخير نسعى لنبقى بارتواء في المعالي قد سعى للخير دوما ليبني صرحه وعذب الخصال يساعد غيره يبغي ثوابا وعزا دائما في الأفق عالي ينير لنا الطريق فريق حب سناء منه في عتم الليالي سيبقينا ارتواء في شموخ وعز في طموح للكمال بذور للعطاء به غرسنا فأنبتت الجمال على الجمال بأيد تدعم الخير احتسابا لتبصره كنجم في العوالي لها ذكر وشكر وامتنان يمر بها اللغوب ولا تبالي سنمضي للهدى للخير نسعى لنبقى بارتواء في المعالي قد سعى للخير دوما ليبني صرحه وعذب الخصال يساعد غيره يبغي ثوابا وعزا دائما في الأفق عالي ينير لنا الطريق فريق حب سناء منه في عتم الليالي سيبقينا ارتواء في شموخ وعز في طموح للكمال
بيض الله وجهكم يا فريق ارتواء. مثل هذه الفرق اللي نفتخر بها. تعليق أستاذ أحمد. والله ما شاء الله يعني تعجز الكلمات عن الشكر مثل هذه الأعمال صراحة. مبادرات جيدة متميزة. عجبني فيهم التميز والإتقان في العمل، يعني الجودة، بصمتهم موجودة، الشكل مقبول يعني. أيضا حرصهم على قد تكون فئات ما خدمت، تنوعهم أيضا جميل، وأيضا كونهم منرس بعد وأنا منرس بعد، هذا شيء جميل صراحة. ليست عنصرية حزبية ولا عنصرية، لكن عاد شيء أفخر فيه والله يعني. عجبني الأفكار الجديدة مثل بركة السحر، يعني قليل من يقدم هذه الخدمة، مثلا برنامج السحور، يعني مع أن في تأكيد على أجرهم مثل أجر تفطير الصائم، لكن أيضا برقي التعامل، بطاقة الشكر. عجبني أيضا ما شاء الله كل مشاريع جيدة. فاتورة خذها وروح، الفاتورة هذه، الثلاجة اللي في المنتزهات، يعني ما حطينا ثلاجة وتركناهم، وفرنا لهم أيضا الأدوات اللي يحتاجونها لحفظ الطعام، فجزاهم الله خير. والله هذا رائع جدا. معنا الأستاذة سارة مزيني قائدة فريق ارتواء. حياك الله أستاذة سارة. أستاذة سارة، أستاذة سارة أنت على الهواء لي. حياك الله أستاذة سارة. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله ضيوفك الأكارم. الله يسلمك. فريق ارتواء فريق من الفرق الناجحة، لا تحدثينا عن بداية هذا الفريق. بداية أحمد الله وأثني عليه وأصلي وسلم على النبي المصطفى الذي هو منبع التطوع وأساسه. خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا لغايتين كبيرتين، هما عبادة الله وعمارة هذه الأرض. يقولون عنها وعن تطورها وعن عمارتها كما قال تعالى: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقد بدأنا بذواتنا ونعمل جاهدين لنصل إلى ذواتكم ونزرع التطوع في الصغير وليعمل به الكبير، ولهذا تأسس الفريق وانطلق. من وجهة نظري أن التطوع فكرة، إن وجدت وجد العمل ذاته، وأساس العمل هو فريق محب متعاون معطاء محمدي الأخلاق والصفات يحب العمل ويخلص له. طبعا فريق ارتواء التطوعي تأسس تاريخ 28/11 عام 1435 للهجرة. بإذن الله راح نكمل عام الثاني بعد ما قضينا ما يقارب 398 ساعة تطوعية بمقابل 32 عمل تطوعي ذكرنا أبرزها بالمونتاج السابق. رؤيتنا أن نكون مؤسسة رائدة في مجال العمل التطوعي. أيضا الفريق يهتم بالمجال الاجتماعي، يضم 11 عضوة، لكل عضوة دورها الخاص والفاعل في الفريق. أيضا في قيادة الفريق سعينا للتنوع، تعدد مواهب عضوات الفريق. أيضا سعينا للتقريب بين التخصص الدراسي للعضوة والمهمة الموكلة بها، حتى نصل إلى مستوى عالي من الجودة والإنتاج في أعمالنا، وأيضا حتى نزيد من خبرة العضوة حين تنخرط مستقبلا في السلك الوظيفي. يعني جميل توظيف الطاقات بمكانها الصحيح. أضرب مثال على ذلك كتوكيل مهمة الشؤون المالية لعضوة تحمل تخصص إدارة أعمال وغيره من المهام. أيضا لكل عمل شركاء في نجاحه، فبعد توفيق الله جل وعلا من دعم أسرنا لنا، حق علينا في هذا المقام أن نذكر من كان لهم الفضل بعد فضل الله في دعم الفريق، أن نتقدم لهم بدعاء صادق وعرفان بالجميل للراعي الدعائي وكالة ممدوح للدعاية والإعلان، وأيضا للراعي ضرتي حفلة لتنسيق الحفلات لمحافظة الرس، لهم كل الشكر والتقدير. أستاذة سارة، أود أن أختم حديثي أقول لكل من يسمع أن كل فرد منا مسؤول في بناء هذا المجتمع، مسؤول في بناء مجتمع متكاتف أخوي يحمل الكثير من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لنصبح مجتمعا متطوعا معطاء بلا حد. أيضا أود أن أشكر قناة الأماكن على دعوتهم السامية لنا للمشاركة في هذا البرنامج، احترامي لذواتكم، احترامي لثقتكم بالفريق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف شكر للأستاذة سارة مزيني قائدة فريق ارتواء النسائي. تعليقكم.
الله جزاهم الله خير. عجبني التنوع بعد توصيفهم. تقول العضوات والعضو الماسكه الماليه، جبنا اداره اعمال والماسكه، جميل صراحه. عند عمل مؤسسي انا احس. عمل مؤسسي ايضا، في شراكات مثلا في راعي اعلامي، في شراكه الحفلات، في شراكه، والناس تحتاج من يحركهم. لو كنا احنا الملعقه اللي تحرك السكر اللي في الشاي، الخير موجود. السكر موجود في الشاي، نحتاج ملعقه تحركه. لو نكون ذيك الملعقه اللي تحرك الخير. والله كثير من التجار وكثير من المحسنين وكثير من اصحاب المحلات ينتظر من يبادر، مع انه المفروض هم يبادرون يعني، لانهم جزء من مجتمعهم ايضا، اصحاب يعني ينتظر منهم يكونوا اصحاب تاثير. اشكر فريق ارتواء صراحه، يعني التقرير هذا ما جاء الا بعد جهد وعمل. ان كان من نصيحه لهم يعني اقول يحرصوا اضافه مشاريع تنمويه، يعني تطوع نوعين، تطوع خدمي وتطوع نوعي او تنموي، اسف، خدمي وتنموي. الخدمي هو كل ما يقدم خدمه، يعني من معاق نخدمه، فقير نسعده، مريض نساهم فيه، هذه كلها خدمية. تنموية تعليم تنموي، رفع اقتصاد أسرة هذا تنموي، نشر الثقافات والتدريب وأيضا إدخال ناس معا، هذا أيضا تنموي. من المشاريع التنموية كثير الآن، حتى وزارة الشؤون الاجتماعية هدفها من التنموية للرعوية، كلنا يحرص على الشيء اللي ينمي. بدل ما نعطيه السمكة نعلمه كيف يصيد السمكة، لما نعلم الناس مهارات ونكسبهم ونعلمهم يعني نبني هالإنسان، هذا من المشاريع التنموية. كل ما فيه بناء فهو تنموي. ما شاء الله أغلب مشاريعهم خدمية، فنحرص يكون عندهم مشاريع تنموية. بيض الله وجهك. رسالة أخيرة أستاذ أحمد. رسالة أخيرة، والله أقول قضيت وقت ممتع جدا معكم، الله يسعدك، وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بتقديم كل الخير. رسالة للمتطوعين والفرق التطوعية، ليس المهم أن يكون لي كيان خاص، فرقتي أو عملي أو أنا. العمل الخيري والعمل التطوعي ضروري ننكر الذات، ننكر أنا، بل نشتغل بنحن. المهم كيف نقدم هذا الخير، المهم كيف نقدم الخير للناس، كيف نقود الناس ونضيفهم ميزان حسناتنا بإدخالهم في هذا العمل الخيري. كل من اشترك في عمل تطوعي أتوقع من حقوق صحبته وأهله عليه أن يشاركهم في هذا العمل ليستلذوا كما استلذ في قيمة العطاء. أيضا الفرقة التطوعية علينا التخصص والحرص على التنوع بالأعمال في تخصصنا، في تنوع في التخصص، نحرص على قدر ما نستطيع بين الخدمي والتنموي، ما يكون كل مشاريعنا خدمية سوقية موية، هذه كلها خدمية ونحتاجها، لكن لا ننسى الشيء التنموي. والله كوننا نتطوع، وأنا أختم بها، أحد الباذلين ما عنده شيء، عنده هو وعياله، اهتم بالمسلمين الجدد، فنسق مع أحد المكاتب الدعوية في أحد المحافظات الكبيرة. هو بعيد، يسكن في مدينة تبعد عن هذه المنطقة 260 كيلو تقريبا. فكل شهر يجمع كل المسلمين الجدد هذا الشهر، يزين لهم ملتقى يومين، يعلمهم الفاتحة وصلاتهم والأذكار، حتى كتبها بلغتهم، ويجمعهم 60-70 شخص ويخاطب كل الشهر. هذا مخاطبات وأخذ إذن، وعن طريق المكتب جمع تبرعات لإعاشتهم. هذا مشروع من سنوات صراحة. تجي تحتقر نفسك لما تشارك معه، تجي تعلم واحد تو مسلم، تجي تعلمه قل الله واحد، هذا طول حياته برددها. مثال آخر، معلش لا عادي، خذ راحتك. أحد الطالبات أجنبية كانت في فترة الفاصل بين المحاضرات تنزل فيه طفل يبيع مناديل، فكانت تعلم، شافته ما يعرف القراءة والكتابة، فالفواصل هذه صارت تعلم القراءة والكتابة، تعلم القراءة والكتابة، فقعدت سنة كاملة ما حد تعلمت القراءة والكتابة في الفواصل. هذا مشروع نمة إنسان. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم. الله يسعدك. أبو حسين. أنا والله إن كان في كلمة أخيرة أنا أقول أشكر فريق ارتواء، صراحة فريق مشرف وفريق سلم الهدف من الفرق التطوعية لنفتخر فيهم. الشيء الثاني، أتمنى أن يكون في ملتقيات سنوية يكرم فيها الفرق التطوعية على تعبهم وجهدهم، وحقيقة كلنا فخر ونتشرف جميعا بهذه الفرق التطوعية في أنحاء المملكة العربية السعودية. بيض الله وجهك. أبو أمير. والله شوف، أنا أقول كل الشكر والتقدير لفريق ارتواء التطوعي. شفنا عمل إتقان، جودة، مظهر جميل، تنوع في الأعمال، صراحة يعني شيء يثلج الصدر ويجعل الإنسان يفخر بمثل هذه الفرق التطوعية اللي يقوم عليها فتياتنا وفقهم الله. وأقول هنيئا لهم،
يعني ممكن غيرهم ينشغل بأمور تخص الدنيا وهم ينشغلوا بأمور تخص الآخرة. لهم منا الدعوات، لهم منا الدعم، نسأل الله العلي القدير أن يوفقهم ويسددهم. ومثل ما قال أخوي أحمد، نريد عمل تكافلي مؤسسي، نريد عمل يعني تنموي فيه أكثر من الخدمي. نسأل الله يوفقهم إلى كل خير، وصراحة يعني يستحقون كل الاحترام والتقدير، وأقول كل ما قدمتوا على رؤوسنا، والله يوفقكم. بيض الله وجهك يا أبو أمير. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الفقرة نتمنى بإذن الله تنتظرونا في تمام الساعة 12، ولا تنسوا المشاركة في هاشتاج جمعتنا 9. إلى اللقاء. بيض الله وجهك. هذا البرنامج برعاية وقف الأبرار التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في نخال يدعوك إلى الإنفاق في سبيل الله. أنفقوا في هذا الموسم المبارك ولو بسهم واحد، وأبشروا بالخلف من الله، واعلم أن الله يناديك. ثلة آمنت بربها فزادها هدى والهم سامي. أسألك بالذي وهبك المال أن تكون مع قافلة السائرين إلى الله فتنفق، فإنه قد وعد بأن يضاعفه أضعافا كثيرة. طب اللقى فيهم يا مرحبا والله، الله يحييهم. جمعتنا معكم غير جمعتنا معكم. هذا البرنامج برعاية الكرخ للشقق الفندقية، شقق فندقية فاخرة شمال الرياض حي الصحافة، تقدم الكرخ العديد من الخدمات: الاستقبال على مدار 24 ساعة، باركينج للسيارات، خدمة الواي فاي مجانا، خدمة تنظيف الغرف يوميا، غرفة ألعاب أطفال، جناح الفي آي بي يشمل جلسة تراثية وحديقة وجاكوزي. الموقع شارع الأمير عبد الله بن سعود، تقاطع أنس بن مالك حي الياسمين. طب اللقى فيهم يا مرحبا والله، الله يحييهم. جمعتنا معكم غير. طب اللقى فيهم يا مرحبا والله، الله يحييهم. جمعتنا معكم غير.